كم سامعين كده القرمشة عاملة ازاي؟ انا بفتحه قدامكم اهوت. انا بفك الغلاف اللي انا هوريه لكم انا عملته ازاي. مفكش مني خالص، طريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده الغلاف طالع ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين كده دول حوالي 350 جرام من الجمبري. طبعا انا مقشره، شايل الخط الرملي، منضفه كويس جدا جدا، وانا ما رضيتش اشغل بالكم طبعا بالتنظيف والحاجات دي. يعني ستات البيوت اللي عندي على الصفحه شطار جدا، ما شاء الله عليكم تبارك الله. عندنا ست توابل: كمون، توم باودر، وملح وشطه وكاري وبابريكا. تمام كده زي الفل. التوابل دي هنقلبهم على بعضيهم، بس في البدايه هنزل بعصره ليمون على الجمبري، وبعد كده هاخد التوابل هقلبهم على بعض كله كده يتمكس على بعضه، وبعدين هنزل بيهم على الجمبري بتاعي. يبقى انا كده عملت تتبيله للجمبري من التوابل اللي انتوا شفتوها دي، غير الوصفه اللي عملتها بالخليط العجيني اللي انا كنت عامله قبل كده. طيب، الغلاف بقى مكون من بضايه ودقيق وبقسماط او كيس الكريسبي اللي انا غرفه في الطبق ده، اللي هو بالشكل اللي انتوا هتشوفوه قدامكم حالا ده. في منه سبايسي وفي منه عادي، طبعا انا بستخدم السبايسي عشان الاولاد. البيضه هنقلبها كويس ونحط فيها طبعا الفلفل الاسود عشان الزفاره. وعندي طبعا حوالي بتاع 3 4 معالق دقيق على 3 4 معالق بقسماط او الكريسبي. الترتيب مهم يا جماعه، الترتيب مهم جدا جدا عشان تحصلي على غلافه ممتازه. هبتدي بالدقيق. هاخد غلافه او تعفيره من الدقيق، هنزل عليه بالبيضه كده جمبريه، واقوم داخل على طول على الكريسبي بتاعي او البقسماط لو ما عندكيش الكريسبي او الكيس ده متوفر. يبقى الترتيب: 1 دقيق، 2 بيضه، 3 كريسبي. وبعد بقى ما اخلص الكميه دي، مهم جدا يا فندم ان انت تحطيه في التلاجة يريح لمده من نص ساعه لساعة. التريحة دي هي اللي هتوصل لغلافة ناجحة 10/10. ده كان الشكل النهائي بتاعه بعد ما ريحته في التلاجة لمدة ساعة. اهم حاجه بقى يا جماعه، زيت ساخن ويكون زيت نضيف. يعني سامحوني بلاش زيت التموين عشان ما يديش طعم او يكسب للجمبري طعم مش لطيف. يعني زيت يكون كويس، يسخن كويس جدا، وهبتدي انزل بالجمبري بتاعي. الرصه زي ما انتوا شايفينها كده، كل واحده بعيده عن التانيه، ما تلزقيش كله في بعضه. ترتيبات وتركات بسيطه ومهمه عشان تحصلي في الاخر على نتيجه خياليه جميله زي ما شفت كده في بدايه الفيديو. يقعد قد ايه؟ ما بيكملش يا جماعه، ده 3 دقايق، 3 4 دقايق كده، وتقومي قلبي على الجنب التاني. طب انت عايزه تشوفي بقى هو فعلا نجح معاك ولا ما نجحش؟ الشوكه هنا اللي هتبين، وانا بقلب بالشوكه هيفك منك ولا الغلافه متماسكه. لا ما شاء الله تبارك الله، الغلافه متماسكه اهو ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بص زي الفل اهو، غلافه ماسكه زي الفل في الجمبري، تحفه وخطير وسهل جدا جدا، شكله جميل قوي. هو وصفه بسيطه، بس للاسف في ستات بيوت ما بتعرفش تعمل الجمبري ده في البيت، وتضطر تشتريه من بره بمبالغ خياليه، مع ان هو سهل جدا جدا. ودي طريقه تانية انا كنت عامل قبل كده. طريقه اولى غلافه بس بميه العجين. لو عايزينها قولوا لي وانزلها لكم تاني، او اعيد نشر الفيديو، مع ان اعاده نشر الفيديو ده بيضر بالصفحه، ولكن انتوا طبعا طلباتكم عندنا اوامر. وزي ما انتوا شايفين الغلافه انا اللي بقشرها بايديا، يعني متماسكه وطعمه جميل جدا، مقرمشه زي ما سمعتوا في بدايه الفيديو. فضلا ليس امرا بقى، دعمكم ليا، اشتراككم في القناه، وعمل لايك وشير الفيديو. حسن الريتشي واقع